حياكم الله يا أصدقائي في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن 4 مباريات أقيمت اليوم ضمن دوري روشن للمحترفين في ختام الجولة الثالثة من هذا الدوري. بالأمس كنت قد تكلمت عن ال5 المباريات التي أقيمت، مباراة الاتحاد والهلال وبعض الأندية الأخرى. لمن يريد مشاهدة الفيديو ادخل القناة وشاهد آخر فيديوهين وستشاهد النتائج أو تفاصيل المباريات ال5 التي أقيمت يوم أمس في افتتاح الجولة الثالثة. اليوم سنتحدث عن اختتام الجولة الثالثة والتي اختتمت بإقامة 4 مباريات تمكن فيها النصر السعودي من الفوز بأكبر نتيجة حتى اللحظة أو حتى يومنا هذا. مباريات اليوم انتهت بفوزين وتعادلين. المباراة الأولى الفيحاء والحزم انتهت بالتعادل السلبي لكل منهما. المباراة الثانية تمكن فيها النصر من الفوز بأكبر نتيجة حتى يومنا هذا بنتيجة 5 أهداف دون مقابل على نادي الفتح. المباراة الثالثة نادي الشباب ونادي ضمك انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. المباراة الرابعة التعاون وأبهاء تمكن التعاون من الفوز فيها على نادي أبهاء بهدف دون مقابل. سنتحدث أيضا في هذا الفيديو عن النصر وحضوره القوي والعودة للمنافسة بقوة في هذا الدوري. النصر السعودي فاز بنتيجة 5 أهداف دون مقابل على نادي الفتح وتقدم إلى المركز العاشر. كريستيانو الدوان كريستيانو رونالدو تمكن من تسجيل 3 أهداف. ساديو ماني تمكن من تسجيل هدفين في هذه المباراة. رجل المباراة كان كريستيانو رونالدو بتقييم 9.8 أكبر تقييم حتى اللحظة. إذن هذا كل ما كان لدينا في هذا الفيديو. وبالنسبة لجدول الترتيب، الاتحاد أولا، الأهلي ثانيا، الهلال ثالثا، الاتفاق رابعا. وهذا هو جدول الترتيب بشكل أوضح. سنوضح لكم بعد انتهاء هذا الفيديو الجدول بشكل كامل. الرائد في المركز الأخير والحزم أيضا في المركز قبل الأخير، النصر في المركز العاشر. إذن هذا كل ما كان لدينا في هذا الفيديو. بالأخير إذا أعجبك المحتوى اشترك بالقناة وتابعنا ليصلك أحدث فيديوهاتنا، وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.